ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، يا رب يومكم كله خير وبركة وحب وسعادة وتفاؤل. فيديو النهاردة فيديو جميل جدا ومشجع جدا. فيديو لست الست رفيف، ست تركية من الريف التركي. هنشوفها النهاردة وهي بتجهز خضروات لتجهيزات رمضان المبارك ان شاء الله. هتعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انزلوا في التعليقات صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنشوف بقى الست رفيف وهي بتعمل هي وزوجها تفريزات. هنا الست رفيف بتجمع الفاصوليا، ده محصول الفاصوليا، وهتاخد شكارة بحالها من محصول الفاصوليا. هتعمل ايه بقى في البيت؟ هتمسكها بقى تقطعها كلها مكعبات صغيرة. طبعا كلنا عارفين الفاصوليا، وكلنا الموجود دلوقتي موسم الشتاء، الخضروات كلها في منتهى الجمال، والفاصوليا موجودة دلوقتي، والبسلة تقدري تخزني اللي انت عايزاه بالطريقة الجميلة دي. طبعا جوزها جاب لها جمع لها الطماطم من الحقل، وهي بقى دخلت المطبخ بقى، لبست مريالة المطبخ عشان تستعد بقى فضة الفاصوليا بتاعتها. زي ما انا قلت لكم هتقطعها مكعبات صغيرة، كل الكمية دي كلها هتقطعها لانها هي هتخزنها بطريقة جميلة كده وسهلة على الاكل على طول. تطلعها تسخنها وتبقى جاهزة على الاكل. وهنا طبعا الطماطم اللي جمعها لها جميلة جدا ازاي. فطبعا جمع لها الطماطم وجمع لها الفلفل، وهنا بقى بدأت في تقطيع كمية الفاصوليا دي كلها. هتبدأ بقى تغسل الفاصوليا وتحط عليها المية، تغسلها كويس جدا جدا وتخليها نظيفة وجميلة وتصفيها كل الكمية دي. وهتبدأ بقى تحط الحلة الكبيرة طبعا بتاعتهم ديت على النار. وهنا برضو معانا هتخرج كمية بصل كبيرة جدا عشان تعمل الفاصوليا بالبصل. وهنا طبعا زي ما انا قلت لكم بتنقي فلفل، بيجمعوا الفلفل برضو معاها. وجوزها هنا بيجمع برضو الفاصوليا الناشفة. هما جمعوا الفاصوليا الخضراء وهنا بيجمع الفاصوليا الناشفة. وهنا بقى زي ما انا قلت لكم وهي جايبة كمية كبيرة من البصل الابيض والبصل الاحمر. هتخلطهم مع بعض، يعني هتقطع دوت ودوت وهتخلطهم مع بعض. عندها هي بقى هي مقطعة كمية بصل كبيرة جدا مكعبات. وهنا تبدأ بقى تولع النار على الحلة الكبيرة زي ما انا قلت لكم، تحط مادة دهنية، اي مادة انت تحبيها، سمنة سمنة وزيت، كل واحد هيحط الكمية المادة الدهنية اللي هي متوفرة عنده. هي طبعا هتحط سمنة لان هي طبعا عندها اللي هما في الفلاحين، يعني في الريف التركي، وعندها ايه الزبدة وكده، فهي هتحط زبدة سمنة يعني اللي هي متسيحة. وهتبدأ بقى تخرط الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والطماطم عايزة تقشرها. هتبدأ تنضفها من تحت، وهتبدأ تعمل لها فتحة صليب من فوق، وتحط عليها مية سخنة عشان تبقى سهلة التقشير اما تيجي تقشر تشيل القشرة. وهنا عمي فريد جوز طنط رفيف بيلم الفاصوليا اللي هي جفت نشفت، دي هتبقى فاصوليا جافة. وهنا طبعا معانا هي بدأت بقى تقطعت تجهز كل حاجتها، قشرت الطماطم وهتقطعها بقى مكعبات. وهنا غسلت الفاصوليا وجهزت كل حاجاتها. تقدري تعملي الطريقة دي طبعا. في دلوقتي البسلة الشتا ده جميل جدا، خضروات الشتا جميلة جميلة وطعمها بيبقى جميل، وكل الشتا في خضروات كتير جدا، في فاصوليا في لوبيا في بسلة في جزر في كل، يعني الشتا فيه فلفل احمر فلفل اخضر فلفل الوان. الشتا بيبقى مليان بخضرواته الجميله اللي تقدري تخزنيها بطريقه سهله وبسيطه. تقدري تعملي الطريقه ديت في بيتك، تقدري تعملي طريقه التعليب دي والتخزين ديت تاخديها شغل ليكي، وتقدري تعمليها وتديها للستات، تبيعها للستات اللي هي عاملات. تقدري تعمليها وتوديها في سوبر ماركت، تعمليها لاصحابك لحبايبك. تقدري تعمليها لنفسك لو انت عندك خضار في التلاجة مش عارفة تعملي بيه، او حد جايبلك كمية كبيرة، تقدري تعمليها في الفاصوليا تبقى بطريقة سهلة وجميلة زي ما انت شايفة معايا. تقدري تعمليها في البسلة، تقدري تعمليها في اي خضار انت عايزاه، وهيوفر
عليك الوقت والجهد في رمضان. يبقى اكلك جاهز، يا دوبك هتطلعي تسخنيه من الازازه، تفضيه وتسخنيه، وهيبقى جاهز على الاكل تقدميه. يا دوبك تعملي الرز او تعملي ال- اللحمه او الفراخ اللي هتعمليها، وهيبقى خضارك جاهز بطريقه سهله وبسيطه تقضي وقت كله في العبادات. هنا بقى زي ما انا قلت لكم، هي حطت بقى الماده الدهنيه، وحطت بقى كمية البصل كله وكمية الفلفل الأحمر والأخضر اللي هي قطعتها، وبدأت تشوح البصل، وحطت له كمية من الملح. تنتها بقت ايه، هتنها تقلب في البصل لحد ما يصفر شوية. هتحط كمية الطماطم اللي هي قطعتها دي كلها وقشرتها، هي مقشراها ومقطعاها مكعبات، وهتستنى بقى كده اهي بتقلبها لحد ما تتسبك. وهي طبعا غسلت الفاصوليا بتاعتها ومقطعاها مكعبات صغيرة وصفتها، وهنا هتبدأ تقلب، هتفضي كمية الفاصوليا دي كلها مع التقليب، هتنها تقلبها كل كمية الفاصوليا دي قلبتها. وهتسيبها بقى في الحلة دي لحد ما تستوي. وهتبدأ هنا برضو ضافت بقيت كمية الملح، وهتقلبها بقى وتغطيها وتسيبها في الصلصة بتاعتها دي. وهتبدأ ان هي تزودها قليل من المية بعد شوية، وتسيبها بقى تستوي براحتها على النار. وهتبدأ بقى ايه تعقم البرطمانات بتاعتها عشان بعد ما تستوي هتبدأ اللي هي تحطها، هي بتعبيها لازم تعبيها سخنة في البرطمانات. هتبدأ بقى ايه هنا توضب الغدا. هتعمل ايه، فاكرين الورق اللي هي كانت بتجمعه في اول الفيديو؟ الورق دوت سلقته زي ورق العنب كده. هتعمل محشي، هما بيقولوا عليه اسمه محشي السلق. فهي طبعا قطعت اللحمة، وهتبدأ ايه اللي هي تقطعها بقى كويس زي ما تكون هتفرمها كده. وهنا كبت مية سخنة على الورق دوت عشان يدبل، عشان تقدر ان هي ايه ان هي تقدر تلف وتحشيه. وانا حطت بصل على خلطة اللحمة، وحطت بقى ايه التوابل والخضار اكنك بتعملي محشي بس من غير رز. وهنا بقى حطت فلفل وملح وكمون وتوابل محشي. وهنا بقى بتقلب كل الكمية دي على بعضها، وتبدأ بقى في حشو لف الورق اللي هي عملته. هتعمل كمية كبيرة عشان طبعا ديت هتبقى وجبة ايه الغدا بتاعتهم. طبعا هتلف كل الكمية دي، وبعدين هترصها بقى، هتحط طبق صيني تحت وترص عليه كل الصوابع محشي السلق. وهتبدأ بقى تسقيه، وهتبدأ شفتم حطت شوكة وحطت طبق صيني وهترص عليه. وهتبدأ برضو تحط عليه من فوق طبق صيني تاني عشان تسقيه تحط العقد بتاعه وتسويه. واتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت من طنط فريدة والحاجات اللي هي عاملاها، ويعجبكم. وما تنسوش تدعمونا باللايك وما تنسوش تحرموناش من كومنتاتكم الجميلة، وتقولوا لنا انتوا بتشوفونا من انهي بلد. ولو في اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. واحب اشوف تعليقاتكم الحلوه، لو في اي اقتراحات كده اكتبوا لي برضو. وهنا طنط فريده بقى بتعمل الشاي الجميل بتاعهم اللي هو الشاي بالزهور. هنا طنط فريده عبت البرطمانات بتاعتها